لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم أما بعد. تعلمون حفظكم الله تعالى كالعادة إذا لم يكن في الناس درس دائم فكل درس يحتاج عنوان معين، عنوان خاص بعيد عن الدروس، لكن لو في دروس منتظمة يدرس كتاب يبقى الإنسان عارف كويس جدا هو هيدرس إيه وهينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى يتم الله عليه. النهارده طبعا كثرت جدا بالنسبة لي عناوين الدروس، يا ترى الناس محتاجة ولا ده ولا ده؟ وبعدين جاءت الجنازة وجاء من فيها برضه دخل كذا درس، ولكن بإذن الله تعالى أسأل الله أن يوفقني لاختيار عنوان يجمع هذا كله، وهي مسألة غائبة جدا. زمان كان في حاجة اسمها الفريضة الغائبة، حتى في كتاب اسمه الفريضة الغائبة يتكلم عن الجهاد. أنا مقر أن الفريضة الغائبة هي الجهاد، أنا مقر، بل أقول أننا لن تقوم لنا قائمة إلى الجهاد. حتى الجماعة الحزانة على القدس والحزانة على المسجد الأقصى، أقول إيه التقصير ده؟ إيه الفهم القاصر ده؟ بس المسجد الأقصى والقدس أفلح عدوك أن يجعلك قليل الهمة صغير النظر، لا تنتبه لأعظم ما يراد. أفلح عدوك حقيقة فقط إذا لم يكن هم أحد أن يعبد الأرض قاصيها ودانيها لله رب العالمين، فبئست الهم، بئست الهم. تقول لي المسجد الأقصى والقدس، أين الأندلس؟ لا أسبانيا؟ أين البرتغال؟ أين حدود فرنسا؟ أين الصين؟ إن قتيبة بن مسلم دق أبواب الصين وخشاه والله ملكها. جاي تقول لي أين الهند؟ أين موسكو؟ إذا كنت عايز تعرف حدود الدولة الإسلامية اقرأ كتاب العالم الإسلامي، الواقع المعاصر، ومؤلف أردني كان رسالة دكتوراه. كل دول العالم. أين الفلبين؟ هو عندي بس أنا عايز أدولك بالضبط. هو المؤلف اسمه محمد بن عبد الهادي المصري وهو أردني حفظه الله تعالى، يحكي لك عن أمجاد دولة الإسلام، لكن يسترسل مع كل دولة إلى أن وصل حالها إلى الآن، إلى حالها الآن مع كل دولة. كأنه يقول يعني إيه تاريخ العالم الإسلامي وواقعه المعاصر. هو حاجة زي كده، تاريخ العالم الإسلامي وواقعه المعاصر، وإزاي إن الأمور انتكست. جاي تقول لي وتحصر حالي إلى القدس والمسجد الأقصى؟ لا والله كذبتم علينا. وخلاك تقول أيوة يعني ده بس اللي أنت زعلان عليه، حتى ده ما أنتش واخده. لكن في الحقيقة أين الدولة الإسلامية العظمى والإمبراطورية التي كان يقول عنها صاحبها، وبرضه كان قبل فتوحات أعظم منه، يعني جاءت فتوحات أعظم منه، كان يقول أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، دل على عظيم ملكه هارون الرشيد. فأنا معترف ومقر أن الفريضة الغائبة هي فريضة الجهاد، لا شك في ذلك، وإن كان هناك بعض التعديل عندي، وهي فريضة من الفرائض الغائبة، يعني ليست وحدها هي الغائبة، ولكن فرائض غائبة. أنا هقول لك حاجة وبيني وبينك رب العالمين، من الفرائض الغائبة قيام أولياء الأمور على الناس بالصوت والسيف حتى يعبدوا الله عز وجل. موجودة دي ولا غائبة؟ غائبة.
والله بالصوت بالكرباج والسيف حتى يعبدوا الله وحده. ما تقوليش الاحوال، ما انا عارف، ما انا بقول لك كل الاحوال نزلت. يعني انا فاهم، بس عايز اقول لك ايه، دي فرائض غائبه. تصور مثلا معي في كتاب مثلا الاختيارات الفقهيه، او كتاب زي كتاب ايه اللي عندنا هنا، فقه السنه مثلا، او اي كتاب فقه بيتكلم عن مساله ترك الصلاه بس، ولا جماهير اهل الاسلام الصلاه عندهم، جماهيرهم مش كل الامه، الفرائض غائبه، ويشكو من يعني من قله الناس فرائض بعينها كالفجر والعشاء، وهي علامات من علامات اهل النفاق. طيب عندك بقى بيقول لك ايه، يعني الذي يغيب عن فريضه واحده هو عليها قادر حتى يضيع وقتها فوجب استتابته فان تاب والا قتل. موجوده دي ولا غائبه؟ غائبه. لكن اشمعنى اختاروا الجهاد؟ لو اللي يقول لي ليه اختاروا الجهاد، ليه ما عندي مكافأة فورية مادية على فكرة، فلوس تندفع له، لماذا اختاروا الجهاد مع ان الفرائض الغائبة كثيرة جدا؟ انا اقول لك اتفضل. عشان يدفعوا الناس الجهاد بدون عقيدة وبدون اساس. لا، هو لماذا اختاروا الجهاد انه هو الفريضة الغائبة؟ انا هقول لك، انا هو ده عنوان درسنا، هو ده عنوان درسنا. الجهاد يشمل ذلك كله، يشمل جميع الفرائض. اول ما الناس بتسمع كلمة الجهاد هو الفريضة الغائبة بيظنوا أنه جهاد العدو، وهو والله الركن الأساس، يعني صدقوا فيها، لكن تناسوا أنواع الجهاد الأخرى، منها جهاد ولي الأمر للعامة، ولا يكون جهاد ولي الأمر للعامة حتى يجاهد نفسه. وأنا لن أجاهد ولدي ولا جاري حتى أجاهد نفسي. الجهاد أمة عرفت بها في العالمين أمة الإسلام، نصا زي ما بيقولوا كده ايه، حسا ومعنى. انت عندك القرآن بطوله، ما في أمة أمرت بالجهاد كأمة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أسماء النبي كانت بتقول كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسمائه نبي الملحمة. يعني إيه ملحمة؟ دي قتال، تقطيع لحم، أنا وأنت بتقطع لحمنا. ماذا فعل في جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطع لحم، قطع ذراعه الأيمن وقطع ذراعه، ملحمة، ملحمة، هو نبي الملحمة. كويس. ماذا فعلوا في قتل المسلمين؟ عشان بس ما تروحش لناحية تانية، احنا أعف الناس قتلة، أهل الإسلام أعف الناس قتلة. ليه؟ قتلوا بيتقي الله فيه، ده حتى ما بيسلبوش ويعريه. حتى قالوا لعلي رضي الله عنه في عمرو بن عبد ود، وده كان له درع أشهر درع في العرب، قال له هل انتزعت درعه، استلبت درعه؟ قال استقبلني ابن عمي بسوءته فكرهت أن أكشفه، عطفتني عليه الرحم، خلي زي ما هو، مش اتقتل خلاص. هم بقى لما تمكنوا منا ماذا فعلوا فينا؟ مثلوا بنا، واحنا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على حمزة وأقسم لو أمكنه الله منهم يوما من الدهر ليمثلن في 70 أو ب70 منهم، هيمثل ب70 منهم. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نهى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن المثلى، قال ما ينفعش، ما حدش قتلته اتق الله في بك، لا تمثل به. هم ما عندهم بقى ضابط، ما عندهم ضابط، ده بيحرقونا وبيقطعونا وبيسلخونا وما حدش يتكلم عنهم ابدا ابدا، هناك في بورما خالص. وانا لا اقول اذهبوا فقتلوا في بورما، ولا بقول اذهبوا فقتلوا في فلسطين، ده كلام ضرب من العبث، لانه مش هيحصل. ولا هيحصل؟ خليكم معايا، مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ لان الجهاد يا شباب، جهاد العدو ذروة السنام،
يعني انت بيتك يا سيدي دور، انت في الارض، هل تستطيع ان تقفز على سطحه من الارض؟ رد علي، تستطيع؟ فكيف لو كان 5 ادوار؟ لو بني الاسلام على 5، هل هذه الامه تتقن ال5 الاول؟ ما اتقنتها، مع ان ذروه سنامه الجهاد. شوف هات الحديث كده من اوله، يقول ايه؟ راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد. راس الامر الاسلام باركانه ال5، وعموده الصلاه، وذروه سنامه الجهاد. احنا بقى عايزين من الارض لذروه السنام، ده بعنا. وانا قلت لاخواننا قديما وحديثا، بقول لهم عايزين ايه؟ قالوا لابد من فتح باب الجهاد. قلت لهم يا سيدي اعتبرني انا رئيس البلد بقول لك فتحنا باب الجهاد، بس على شرطين. خلاص مش انت سني؟ قال اه. قلت له عايز بفتح باب الجهاد؟ قال ايه. قلت له خلاص اتفقنا، هنفتحوا لك باب الجهاد يا سني. ماشي يا عمي؟ طيب، بس شرطين على النظام الاول. مفيش مواصلات، روح مشي، انا مش هدي لك حاجه تشيلك، بس هفتح لك باب الجهاد. عايز باب سنة يتفتح؟ اتفضل. خلاص. طيب، ومفيش زاد، استعن بالله كده زي الاوائل، خد لك شكارة تمر ومشي، ولما تخلص اخبط ورق الشجر. ماشي؟ انتهينا. حد كم واحد يروح على هذه الشروط اللي هتشوفوها في اخر الزمان؟ ما هي اخر الزمان ده حال مقاتلي اخر الزمان الذين ترجع على ايديهم ان تملا الارض عدلا كما ملئت جورا، وان يدخل الاسلام كل بيت. يبقى الجماعه اللي هيمشوا دول متربيين جدا، مش زي دلوقتي احنا كل واحد فينا يعني انا مش عايز ميكروفون. مش انتوا سامعين كويس؟ انتوا حد بره عايزينه يسمع؟ انا عن نفسي بره مش هشغل بره، بس خلاص، ولا داخلي ولا انتوا. لو حد في كلامي قصر، لا اعلي صوته شويه، يعني انا ممكن ازعج احسن زعيق واتكلم بالراحه. فانا شايف الكلام بالراحه هيجيب نتيجه، ما دام سامع خلاص. صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنرجع لموضوع. طبعا لا يمكن. حتى بعض الناس كانوا القدس لنا، الجماعه اللي بيكتبوا الحاجات ديت على الفيس وبتاع، ومتصور كده قاعد، واخد بالك، ووراه الخلفيه كده ايه؟ المسجد اللي هو ذو القبه الصفراء، وكاتب ايه؟ يعني القدس عاصمه فلسطين الابديه. طبعا كلام عند اهل العلم يساوي صفرا. ولو انت جيت تقول لي القدس عاصمه فلسطين الابديه، اقول لك بالله عليك اتلجح، وانت عون على العدو، عون مع العدو علينا. انا ايه فلسطين دي؟ ايه الاردن دي؟ ايه سوريا دي؟ ايه سينا ديت؟ ايه البلاد دي؟ البلاد دي من تيمه، من تبوك السعوديه الى حدود البحر الابيض المتوسط، الى داخله طبعا فيها ايه؟ سينا، والبلاد دي كلها اسمها الشام. العدو ضحك عليك وراح مقطعها لك وقلت انا عايز الحته دي. ايه نظرك القاصر ده؟ انت مش واخد بالك من حاجه خالص. انت ما معلش يعني، استفاد منك العدو حتى فيما تطلب منه. عايز ايه؟ وانا عايز فلسطين. ده انا واخدك انت، وركز معايا كده. العدو واخدنا، احنا خدنا. العدو فين النهارده؟ في قلوبنا، مش في ارضنا، في قلوبنا. اللبس لبسه. كان خطيب تونسي وقف على الايه؟ على المنبر، قال لهم اخبروني ماذا لنا في احوالنا. هذه النظاره تركيه، وهذه الساعه سويسريه، وهذا القماش اندونيسي، وهذا مش عارف ايه. الجورب جاي من الصين، النعل جاي من المانيا، اللي مش عارف ايه. احنا كأنا كشخصي، انا ايه اللي مني؟ قلت له احسنت، احسنت. لكن في حاجه بقى ايه؟ في حاجه مهمه عايز اقول لك عليها، ان القضيه، قضيه الجهاد، القضيه الفريضه الغائبه تبدا من نفسك. كل واحد فينا مطالب بالجهاد،
وكل امرأة على وجه الأرض مسلمة مطالبة بالجهاد. ما هو الجهاد؟ آخر نقطة في الجهاد جهاد العدو. وده طبعا هيدينا ان احنا هنتكلم عن الدين كله. ليه؟ حتى نصل الى ذروة السنام، اخر حاجة فوق رأس العالم، فوق فوق، مش العالم نفسه، لا لا لا، الحتة اللي فوق بتاعت العالم دي هي دي اللي احنا عايزينها. يا ولدي، ده فيه دلالة على ان المسلم لا ينبغي له الضعة ينزل تحت، ده لازم يبقى فين؟ فوق خالص. حتى في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكفار صعدوا إلى الجبل قال اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. ما ينفعش أنهم يبقوا أعلى مننا، هم أعلى مننا النهاردة، هم أعلى مننا شئت أم أبيت. طب العمل إيه؟ هات الدين بقى وانظر إلى الجهاد فيه. بس مش أنت عايز تجاهد؟ ابتدي من النهاردة، ابتدي من النهاردة، جاهد نفسك. ده أول ما يجب أن يجاهد، لأنه ألد أعدائك على الإطلاق نفسك التي بين جنبيك. لسانك هذا لابد أن تجاهده، ده هتجاهد بقى نفسك واحدة واحدة، خطوة خطوة. قال له يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأشار إلى لسان نفسه وقال هذا. أنا ما أخاف عليك مثل هذا، لسانك أنت يخاف عليه جدا، فلا بد أنك تجاهد لسانك. تبقى عايز تشتم بتشتم، بتوقف نفسك؟ لا. تبقى عايز تخوض في أعراض الناس؟ بتخوض. هل جاهدت لسانك؟ والله أبدا، إلا ما رحم رب. لسانك عايز يتكلم في الكورة؟ والله باطل، لا يحل لك. في الفن لا يحل لك. في السياسة لا تنشغل بباطل. طب أشغله في إيه؟ في تلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. لذا خلق لسان المؤمن، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا أمر. طب احنا هنحط الكلام اللي ملوش لازمة في كفة وذكر الله في كفة، أيهما أرجح عندنا؟ رد علي الله يسترك. هل ذكر الله أكثر في ألسنتنا من أحوال البيع والشراء والناس واللي راح واللي جه والرياضة والفن وبتاع؟ لا. طب ممكن تجاهد لسانك وتقومه لذكر الله وطاعته تبارك وتعالى، هذا بداية الجهاد. والله يا ولدي الماء البارد جهاد، جهاد. في هذه الأيام لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، كاره غصب عنك تتوضي. هناك ما استطاع أن يتوضأ المجاهد الأول، المجاهد الأول ما استطاع أن يتوضأ. ليه ما استطاع يتوضأ؟ لماذا تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل؟ يا جدع، بيقول له هل صليت بأصحابك وأنت متيمم جنبا؟ كده يعني. طب ما كان معاك غيرك متوضي. فقال يا رسول الله تأولت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كان يعد الوضوء من هذا الماء البارد، ما كانش بارد بقى زي الماء اللي عندنا احنا نواعم. واللي بالله عليك لا يجاهد نفسه أن يتوضأ بالماء البارد ليشهد الفجر في جماعة، هتقول له روح جاهد. طب أول ما يجاهد الآن يتربى كيف يجاهد نفسه على أن يكون في الصف. احنا بس عشان أقول لك إن دعنا من هذا الجهاد الذي هو ذروة السنام وتعالى ناخدها واحدة واحدة. لابد أن تكون في الصف. وطبعا المجاهدين دول مين اللي بيبقوا في الصف الأول في الجهاد؟ مين اللي بيبقوا في الصف الأول؟ ترد عليا. القمم، أشجع الناس وأقوى الناس وأرجل الناس والذين لا يهابون خطورة هم أهل الصف الأول هنا. هل تربى الناس على أن يتنافسوا على الصف الأول؟ طيب عشان يوصلوا للصف الأول في الصلاة لابد أن إيه؟ مقدمات. أنهم يستيقظوا مبكرا ويغتسلوا إن كانوا جنبا ويحسنوا الوضوء ويخرجوا في جميع الظروف. وسيدنا خالد بن الوليد
انا بس هحدد لك ايه، نقطه من الجهاد الاصغر وحته من الجهاد الاكبر. سيدنا خالد بن الوليد كان بيقول ايه؟ بيقول والله ما من ليله تزف الي فيها عروس. عروسه يا عم وبنت بكر والله يهنيك يا عم وصليت العشاء ادخل بقى عليها. قال لا لا لا، ما من ليله يزف الي فيها عروس احب الي من ليله اواقف فيها العدو. والله ما انا متحرك من هنا، تهلني فيها السماء ثلج ونزل وثلج نزل علي برضه واقف لكم، مش متحرك من هنا. في فتوحاته في الشام تحت إمرة أبي عبيدة رضي الله عنه، لما اعتصم منه أقوام إلى يعني حصونهم وقالوا لخالد خليك واقف، احنا أرضنا ورانا وحصلنا نفسنا أحسن تحصين، خليك. فأرسل إليهم رسالة، يقولون مر بالرمح أقصد بالسهم كده، بعت لهم رسالة قال لهم أين تذهبون منا؟ والله لو كنتم في السماء في السحاب لأمطركم الله علينا أو لرفعنا إليكم فلقاتلناكم. هتروحوا مننا فين؟ شفت الرسالة؟ وكانوا يوقفون الناس بالستة أشهر، واقفين لهم كده مرابطين في رباط أصغر اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا ابني ما هم مش واخدين على كده، ما تخبلنيش، ما تقوليش ان انت هتجاهد، انت تجاهد، انت تجاهد. هل عندك استعداد تبقى في المسجد من الصلاة إلى الصلاة؟ فذلكم الايه؟ الرباط. التاني واقف قدام العدو، الحر ياكله وينتهي الحر والشتاء يجيله والجليد ينزل عليه وهو واقف ينتظر منه سقطة، لا ينام ولا يدع أحدا ينام، هو واقف له بس يلاقوا الفرصة يلاقوهم عندهم يقولوا استسلمنا. لذا كانوا أولياء في الطاعة والعبادة، وأولياء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلم، وأولياء في الحرب. والله يا أخوانا في واحد اسمه أبو معاوية الضرير، أحد رواة الصحيحين، أبو معاوية حدثنا أبو معاوية الضرير رضي الله عنه. والله العظيم أنا بتكلم عنهم ساعات ويجي لي كده حالة أخبي وشي. يا عم اختمر، احنا لا يصلح لنا إلا الخمار، اسكت. أنا ماليش دخل بالجهاد ده، أنا هجيب لك حتة من جهادي، ولكن انظر إلى طلبه للعلم وجلوسه بين يدي العلماء وطلبه الحثيث لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده بقى لو قال له اطلع جاهد وهو أعمى يقول أنا لازم أجاهد وأنا أعمى. شفت ابن أم مكتوم ربنا قال عنه إيه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العلم والهداية ومعرفة رب العالمين ويعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعبس في وجهه. أنا بسألك سؤال، لما كشر النبي صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه هل رآه الأعمى؟ والله ما رآه. ولكن انظر إلى هذا الدين الذي لا يجامل أحدا، لا ما جامل الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم في الأعمى. المهم هذا الأعمى رضي الله عنه لما نزلت آية الجهاد نزل قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فتعدى الناس حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ضرير عمال يخبط لحد ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا رجل ضرير، وانت بتقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. طب أنا ضرير. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي لا يتكلم إلا بوحي. في بعض الروايات أنه جثى على ركبتيه وقال أتوب إلى الله وإلى رسول الله. رسول الله أنا آسف أن أنا اتكلمت، خلاص مش هكذا نزلت، خلاص. فنزل قول الله تعالى غير أولي الضرر. العجيب هذا الأعمى، افهم يوكل إليه أذان الفجر الثاني الله أكبر. من اللي كان بيأذن الفجر الثاني؟ هو الأعمى ده. طب بالله عليك مش أحسن يأذن الفجر الأولاني؟ يخرج سقط الأعمى، لا هو عارف هو نهار ولا ليل ولا دور ولا كله أعمى مش شايف. الله أكبر.
يبقى احسن ايه؟ يأذن؟ لا، يأذن الفجر الثاني اللي عايز نظر دقيق. هو يا اخويا الكلام ده؟ ايوه نعم. طب تفسيره ايه ده؟ حتى يكون اجماع بين المسلمين ان الوقت قد جاء، فيقولون للاعمى اصبحت اصبحت، وده يقول له اصبحت اصبحت، وده يقول له انت مش هتقوم بقى، يلا الفجر طلع. كل دول يقولوا، فتستقيم صلاة الفجر للمسلمين. مش واحد اللي بيتكلم، ده مجموعة تقولوا له ايه؟ اصبحت اصبحت، فياخد بعضه ويطلع. اصبحت اصبحت. الله. ده ايه بقى؟ خد بالك بقى معايا. طلب الهدى وعمل به وبعدين ايه؟ ده كان بيستأذن انه ما يصلي الجماعة. حصل. مش هو ده اللي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، خد بالك الاعذار اهي، اني رجل شاسع الدار، بعيد قوي، انت بيتك فين؟ بينه وبين الجامع قد ايه؟ لا الغيه خالص يعني، بلاش. اصل الموسيقى دي عند اولي الايمان واهل السنه تعكر صفوه. كل رنات الموسيقى، كله اي نوع من انواع الموسيقى. خد بالك بس معايا. الاعمى ده مش هو ما كانش عايز يحضر صلاه الجنازه، اقصد صلاه الجماعه، مش كده؟ الجماعه كلها، مش الفجر بس. قال يا رسول الله اني شاسع الدار. انت شاسع الدار؟ بعيدك. انت بيتك محاصره كم مسجد؟ كنت مره في عرس، والعرس ده كان عند جماعه عندهم فرن. بص، مسجد على اليمين، ومسجد في الامام، ومسجد على اليسار، ومسجد بعد، كان حوالي 5 مساجد في حول هذه المنطقة. عديت لهم، قلت لهم كم مسجد كده؟ حوالي 5 مساجد، فعلا 5 مساجد اللي أنت ذكرتهم. مسجد كده، ومسجد قدام، ومسجدين على، ومسجد الجمعية الشرعية. قلت لهم وانتوا فين؟ يبقى اللي زي دول هو شاسع الدار، ضرير البصر، ليس له قائد يلائمه كل ساعة، والمدينة كثيرة هوامها، أتأذن لي أن أصلي ببيتي؟ قال لا أجد لك رخصة. والله أفلح من قال من خان حي على الفلاح خان حي على الكفاح. أمة خانت حي على الصلاة حي على الفلاح. جاي يقول لك افتح لي باب الجهاد، طيب خليك راجل واعمل زي الأعمى. الرسول صلى الله عليه وسلم هل أذن له؟ أذن له؟ طب كيف ونحن مبصرون؟ تصرف يا رسول الله. قال له تصرف، وما قالوش تصرف، ولكن قال له ايه؟ لا أجد لك رخصة. قال له تسمع حي على الفلاح؟ قال نعم. قال حي هلا، هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال حي هلا، يلا كله على هناك، كله على هناك. أمة كلها هنا طبعا. فين هي؟ فين هي؟ فين والأجيال؟ أنا آسف بقى، آسف، دي اللي جاية ديت طعنة خنجر في لب المسألة. الأجيال كلها بتتربى عمدا يا أستاذ، عمدا يا حبيبي، عمدا يا فلان، عمدا يا فتى، بتتربى على أنها لا تهتم بالصلاة ولا بصلاة الجماعة. أنا وأنت مصرين على ذلك. كيف حال الدروس الخصوصية؟ فين الدروس الخصوصية النهاردة؟ الأب لو الواد اتأخر عن الدرس أو الأستاذ اتصل قال له ابنك ما جاش، يعمل فيه إيه؟ يولع فيه وفي اللي جايباه. فالوالد نفسه بيبقى حريص إن الواد يطلع من درس، يجري على درس، ويطلع من درس يروح على درس، من درس على درس. فين الصلوات؟ بعض الأولاد يقول يا مولانا طب أجمعهم. أقول له هو أنا مجنون؟ هدم الله التعليم بأسره، بأسره. أنت فكرك إن في حرب على الدروس الخصوصية؟ أقسم بالله لا. ليه؟ إنها تؤدي غرضها الأوفى، اللي هو إيه؟ تربية الأجيال من نعومة أظفارها على ألا صلاة ولا صلاة في جماعة. أنت معايا ولا اوعى تسيبني أقول وأنت مخالفني؟ لو مخالفني ارفع إيدك وقول لا يا أستاذ. أنت يمكن عندكم كده، إحنا عندنا المدرسين بفضل الله عز وجل
بياخدوا العيال اللي عليهم الدور ويدخلوا المساجد كلهم، والمدرس بيبقى هو الامام كمان. بيحصل. طب انا بقى ماليش دخل انا بالكلام ده، انا اشوف بقى الاجيال هتتربى على ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ النبي يقول ايه؟ ما ده جهاد اهو، جهاد بجاهد ابني، بقول له بالبلغه انت مش هتصلي ولا؟ ها، مش النبي اللي اذن لنا في ذلك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ علموا ابناءكم الصلاه وهم ابناء كام؟ واعملوا وهم ابناء 10، اضربوهم عليها. حد بيعمل؟ ما تقوليش بقى يا قدس وفلسطين الله يسترك، وما تقوليش الجهاد الفريضه الغائب. وعلى فكره بقى لو حبيت تضربه الولايه هتقف لك تقول لك بتضرب ابني ليه؟ لانها هي غالبا ما بتصليش او بتصلي براحتها. امه، يعني انا لا اقول ثقب وعاؤها، لا لا لا، صار وعاؤها والله مشن كالمصفاة، تمسك ماء. هذه الأمة تمسك ماء عندها خرق في كذا وخرق 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 في كذا. هذه أمة والله مثلها كمثل قول الله تبارك وتعالى إلا كباسط كفيه إلى الماء، عملها كده ليبلغ فاه وما هو ببالغ. واحد راح يشرب من الجنة بس عمل ايديه كده، باسط كفيه الى الماء، عمل ايديه كده، هيشرب. او ممكن يلحس ميه، يلحس. احنا بنلحس اسلام، احنا على الطراز الاول. لا في العقائد على الطراز الاول، ولا في المتابعه، ولا في المتابعه على الطراز الاول، ولا في الصلاه على الطراز الاول، ولا في الزكاه على الطراز الاول، ولا في الصيام على الطراز الاول. ناهيك عن القيام وناهيك عن النوافل الفرق. ولسنا للوالدين على الطراز الأول، ولسنا للجيران على الطراز الأول، ولسنا للأضياف على الطراز الأول، ولسنا على اليتامى والمساكين على الطراز الأول. احنا نسخ من أعدائنا. هتجاهد مين بقى؟ ده انت مغرم بيه، انت مغرم بيه. انت ماذا تعرف عن اسبانيا؟ الاندلس القديم. ايه الاندلس؟ غرناطة وقرطبة العالم ده، انت ايه غرناطة وقرطبة ديت ايه ده؟ طب ماذا تعرف انت عنها؟ برشلونة وريال مدريد واتلتيكو مدريد ومش عارف ايه مدريد والكلام ده، وبيشتروا اللاعب بالكذا مليار. وعلى فكرة انا مدريدي وانت برشلوني والتالت. يا عم بقى بالله عليك لا تقل اقصى. شفت انت صاحبنا انا تصور كده وقاعد والورا القدس كده وكاتب كده ايه القدس لنا، القدس عاصمة فلسطين الأبدية. فتحت كده انت عارف التعليقات وبعدين الردود، كاتب له رد كده بيقول له ده نورك يا هندسة. قال الله هو ده الصحيح. واحد بيقول له انت منور يعني، والله انت صورتك جميلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير من اوله كده. باطل. ومع ذلك هو مش يقول له لا ده انا حزين وخليك انت حزين كمان، والتاني يقول له والله يعني ادام الله القدس عاصمة يعني كده. لا لا لا، سابه خالص في موضوع القدس وقال له ايه انت منور. التاني رد عليه قال له ايه ده نورك يا هندسة. بس انا كان نفسي يكتبها بالزين، يقول له يا هندسة. هي خربانة. احنا بنجلد، احنا بنمثل، احنا بنحاول نشم ريحة. واحد حاطط مسك اللي هو الإسلام دخل في سوق الفسيخ. احنا مفسخين. جيد. عايز الجهاد نبدأ من دلوقتي، عايز جهاد العدو نبدأ من دلوقتي. الأمة دي تتربى صح، تتربى على توحيد لا شرك فيه من الألف إلى الياء. شو بيقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا، وغضب صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجهه. لا لا يحل. مع ان واحد جه بيسأله من الاعراب مسكه من طوقه وبيقول له اعطني من مال الله الذي عندك ليس مالك ولا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. ده بيشد على النبي وبيهين النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة عايزين بس لفتة من النبي صلى الله عليه وسلم كده وهو يضحك. وأثر حاشية الثوب أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. ده ما غضب لنفسه ولكن غضب لكلمة ما شاء الله وشئت. غلط. لو الأمة اتربت على كده ينصرها من أشرك به غيره.
أقسم بالله لا يمكن. كيف يكون الشرك في بلادنا؟ أنا بقولها ولا يهمني أن يسمعها العالمون، ووالله وددت أن أقتل في سبيل هذه الكلمة. والله لن ينصر الله أمة فيها قبر واحد يطاف به أو ينظر له أو يذبح له أو يدعى من دون الله. أشركوا مع الله ما لم ينزل به سلطان، وبنقول انصرنا على القوم الكافرين. ها، من ينصركم؟ الذين هم هناك لماذا نصرهم؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. قعد 13 سنة يربيهم على التوحيد الذي لا شرك معه، فلما كتب عليهم القتال قالوا سمعنا وأطعنا. على طول الفرقة الصافية المباركة اللي لسه في قلوبها ريب رجعت يوم أحد. والآخرون قالوا لا، يا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم بعيدة أنسابها، إن علي إن لاقيتها ضرابها. رجالة ربت من الأول على أنها تهجر بيوتها لله. من اللي قال البيت اللي فات ده؟ جعفر بن أبي طالب. قال يوم إيه؟ يوم مؤتة. كانوا كام لكام؟ حد يعرف؟ كانوا كام لكام يوم مؤتة؟ 3000 مسلم لمئتي ألف نصراني رومي. 100,000 من نصارى الروم و100,000 من نصارى العرب. كم مسلم يجاب لهم؟ 3000. تقسم 200,000 على 3000 هتلاقي 67 لكل واحد. واحد له 67 وواحد له 66، واحد له 67 واللي جنبه 66 لكل واحد. المعركة تستمر كم يوم؟ 4 أيام. موت المسلمين كام؟ 14. موت الروم كام؟ والله لا أدري. أنا اديتها لك مثل كده. دول إيه بقى؟ 3000 دول إيه بقى؟ أقدامهم أثبت من الجبال. ليه؟ لأن يعني ما شغلتهم الدنيا ولا كانوا أهلا لها. هم عارفين هم مخلوقين ليه، هم عارفين أنهم مبتعثين ليخرجوا العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هم حيخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وهم أصلا ليسوا بعباد؟ ده بعينك. ما عندوش الدافع لذلك، لا يوفق لذلك. فلا بد من تربية على توحيد لا شرك فيه، على محبة النبي صلى الله عليه وسلم حبا أعظم من النفس والأهل والمال والولد. عشان كده كانوا هم أصدق الناس لما قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إنما احنا النهاردة، أنا آسف وما تزعلش مني، تجده على المنبر ما فيهوش علامة من علامات النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما جه نظف جدا خالص، والثوب طويل مجرجر وممكن خاتم الذهب، وجاي يقول لي سيدي سيدي يا رسول الله يا علم الهدى، صلى عليك الله ما ناحت الحمائم وما. نعم. انت بتضحك على مين؟ اللي تحت الاخر قال له هو خلص؟ قال له لسه. قال له طب سيبنا. ليه؟ ما زي ما واحد بيقول التيار مفصول، في حاجة، في قطع بيني وبينه. لابد أن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام لله تعالى وحده على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، يؤثر في الناس، يؤثر. وأدعو كل إمام أن يكون نسخة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو أول المسؤولين على المخالفة. فلا بد من توحيد لا شرك معه، ومتابعة لا بدع معها. تعرف لما تقول لي ادعي لي أقول لك إيه؟ وبالذات لو كنت خطيب وإمام أقول لك أحيا الله بك السنن وأمات بك البدع. أنا عز ده أن ربنا يحيي على إيديك سنة. يا سلام. من أحيا سنة، من أحيا سنة قد أميتت فكأنما استحيا موؤودة، له أجر شهيد، له أجر 50 شهيدا. ليه أجر شهيد؟ لأن الكل مش سايبه في حاله، كله عمال يطعن فيه. أنت جبت لنا ده منين؟ يا خسارة. نشأت أجيال ترى البدع سننا على العموم، ولا بد من فرائض لا تضيع فريضة منها علشان الأمة دي تنتصر. تجاهد هذه المسائل، ولا بد من جهاد حقيقي. والد يكنس العيال كنس،
كنس إلى المسجد، ولا يمل ولا يكل ويقعد يزعج ويضرب يا رب يموت، يجي له طرشقه كده من زهق ويجي واجع ميت، كله مش مهتم. بقول لك احنا اللي بنبعت عيالنا للدروس ونضيع عليهم الصلوات، بعدين ابنك ده هيبقى ايه يعني؟ استاذ دكتور في كليه الطب لا يعرف له ربا ولا يحب صلاه. وطبعا لما هيبقى استاذ دكتور في كليه الطب مش هيتهنى بعياله اصلا، هيتهنى بعياله؟ الساعة 2 طالبينه، والساعة 12 طالبينه، المستشفى الفلانية اتعاقدت معاه، مش عارف ايه اتعاقد معاه، منظم على ايه، واخر النهار يلم له 30 40 الف جنيه، وقد بات في رضا الله ورضوانه ولا في غضب الله وسخطه. يبقى هننفع؟ يبقى انت استفدت بيه؟ لا يا اخوانا، الامة دي تربية عالية. تعال بقى، ماذا فعل الأعمى وماذا فعل الأعمى؟ ماذا فعل ابن أم مكتوم وماذا فعل أبو معاوية الضرير؟ ابن أم مكتوم قال لهم ما تاخدوني معاكم، قالوا له احنا رايحين القادسية مع سعد بن أبي وقاص، قال بالله عليكم خدوني معاكم. هتعمل ايه؟ قال ادوني الراية، أنا رجل ضرير لا أفر، ادوني الراية، يمكن ربنا يرزقني شهادة كده واحد يخبطني سيف واخلص. شفت الأفهام؟ احنا متربيين بقى على ايه؟ أنا عايز أعيش، تربية عدونا، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أنت عايز تعيش خلاص. لا، المسلم أبدا، المسلم عارف أن هو ممكن يموت حالا فيؤدي فرض الوقت. عايز ده ممكن ولا مش ممكن؟ والله ممكن ملك الموت يكون على السلم الله أكبر، يكون قاعد معانا منتظر كده على ما يجي وقته، ينزل ياخد ويطلع، تخبط دماغك في كل حيطان الارض هو مات، تعمل ايه؟ طب مات على ايه؟ سيبك منه، مات، ما كلنا هنموت وفي لحظه، ممكن في الطريق او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. والطريق عمال يحصد كل يوم اقواما ما كانوا يؤملون امالا، كان يظن انه هيموت النهارده، والطريق عمال يحصد، عمال يحصد، وكل شويه ملايات مرميه وملايات محطوطه. ايه يا اخوان، كنا مره مسافرين مصر، وبعدين يعني اتوبيس كده عمال ياخد السكك، اتاري في رحله وخبط وطبل وزمر ومش عارف ايه وكلام من ده، شويه ولقينا حادثه، اطباق الكشري بتاع السلطانات، الكشري البلاستيك دي مرميه على الطريق، ودم ومش عارف إيه. الاتوبيس ودم. ليه بقى؟ لما رحنا له كان الطريق مغلق، وعلى ما وصلنا ده عارف بيعدوا عربيه عربيه على ما يلموا ده كله. ليه؟ ما انا كنت في يوم رايح صلاه الجمعه في القاهره، وانا ماشي انا وابني، عربيه عدت علينا من اللي هي العاليه، الكيا العاليه الجميله ديت، ربنا يحفظ اموال المسلمين جميعا، وفي مدخل داخل من جانب الطريق كده عشان يلف يعني، ده عدى علينا ومشى السرعه عننا، ما شاء الله العربيه جميله، لقيناه ركنه على جنب، والعربيه الميكروباص مخبوطه، وواحده راكده مرمي عليها ملايه، والدهب في ايديها ما شاء الله تبارك الله، ويبدو من ايديها كده انها بنت شابه يعني بتاعت 35 37 سنه، بس الملايه مرميه عليها، وامها قاعده جنبها عماله تعيط وبتتصل بالتليفون، قالت لهم بنتي اتخطفت مني، والسواق الاخر شالوه خلصان. ثانيه ثانيه، كله خد ثانيه ولا خد اكتر؟ لا، ثانيه ثانيه، يلا خلصت، تعال اجب ربك، لك اختيار، اجب رب. عملنا ايه ليها؟ دعك بقى من الجهاد وبتاع. المؤمن يعلم ذلك، فاذا طلب منه امر خير تقرب الى الله به. التايه ده الذي لا يجاهد نفسه ولا يجاهده اهل العلم، ده الموضوع ده بقول لك دراسه الدين كله، ان الفريضه الغائبه هي الجهاد. إيه؟ والله العظيم لو يمكنوني من اهل العلم، والله لو يمكنوني من اهل العلم واهل الدراسه واهل الوعظ، والله لما اوقف رواتبهم كله، يقول له تعالى نعمل لك امتحان تاني. انا اسف شيخ محمد، انا تعالى يا عم نشوفوك كده، تعالى ماذا اثرت في المسلمين وماذا كيف جاهدت فيهم؟ اجاهدت في الله حق جهاده؟ طب ايه حق جهاده علينا احنا؟ ان تتادب مع الناس غايه التادب، وان تتلطف بهم غايه التلطف،
وأن تصبر عليهم وألا تسمعهم إلا كل خير، مع شهامة أسد واقف عند ثغر الإسلام. هذه لا لا معلش. الله، الله أكبر. لا لا معلش، ما أقدرش، ما تعديش من هنا. أنا واقف لك. أنت مين يا عمي؟ أنا مندوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الرسول بعتني عشان ما حدش يجي يخطي هنا. رجل يقف على ثغر الإسلام، لا يهتم بالبدلات ولا يهتم بالرواتب ولا يهتم كل ده رزق يأتي الله به. لكن أنا رخصت للدولة أن أعظ الناس ثم ألعب، أتاجر، حتاجر وأنا داعية، أزرع أرضي وأنا داعية. شوف بقى لما يبقى داعية وكل واحد داعية، ما هي مشكلتنا إن إحنا عملنا رجال دين. أنت رأيت لله أمرا تأمر ولا تسكت؟ أأمر. أنت داعية. وجدت لله نهيا لابد أن تنهي، أنت داعية. طيب لو آتاك الله الكتاب والعلم والحكم، أنت فيك شعبة من شعب النبوة. يا ولدي فيك شعبة من شعب النبوة، اتق الله. قم للناس بس بغاية الأدب، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وبالذات النهاردة في الناس دي النهاردة بايعة كل قضية. محتاجين إيه؟ وليتلطف وهو هادي ويتأدب مع الناس جدا ويدلهم على كل خير ويكون إماما له. مرة كنا بنحضر دفنة لرجل عزيز علينا رحمة الله عليه، فواحد عايز يقول فقال: وإن هذا رحمة الله عليه كان لا يغيب عنه فجر إلا وهو في جماعة، وكان خادما للمسجد، وكان لا تفوت صلاة الجماعة. والله دورت على طوبة، قلت ما بدوش طوبة كده والدنيا ضلمة وما حدش عارف مين اللي ضربها. انت قاعد تلعلع كده وصوتك جهوري كده، انت بتصلي الفجر في جماعة؟ يا اخي استحي، استحي. ألا تخشى أن يقال لك غدا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أخي عيب يا أخي، يا حامل الكتاب. أنت كل واحد بقى مش شرط بقى يكون خطيب وإمام، لا لا لا، بس دول ألزم يكونوا أئمة هدى يجاهدون في الله حق جهاده. هو اجتباكم، يعني خصكم عن بقية، والجميع كده، بس لازم أراك قبل أن تكلمني. لقول العلماء: من لم ينفعك لحظه لن ينفعك وعظه. لازم ألحظه ألاقيه تمام، أما أقول صدقت أنت تعمل، صدقت أنت تعمل. إنما واحد يقول خذ بقولي ولا يضررك تقصيري، مش عارف إيه، وحافظ لي بتن. نعم. الدعوة العملية دي، الدعوة الصمتية مؤثرة في الناس للغاية. يشوفك كده والإقامة قربت وانت جاي متأخر واخد سريع إلى بيت الله تعالى، انت بتدعوه؟ والله العظيم بيحتقر نفسه، يقول اشمعنى ده بيسعى لدين الله عز وجل وانا قاعد كده زي الرمة الدبان بيعف عليا. على طول يتغير سنة بقى، مستني منك بقى كلمة. فينك يا عمي؟ الله يبحث عنك. لماذا افتقدك الله في صف المصلين؟ كده تعطل الملكين معك؟ ينفع وقاعد لي على القهوة كده تشمم الملكين ريحة القهوة وريحة السجاير، ها، والدخان والشيشة؟ ها، ينفع؟ ملائكة، انت بتضر ملائكتك اللي انت هتستلزمهم بكرة، وهو ايه؟ وجاءت كل نفس معها ايه؟ سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انتبه يا ابني. هيقول صدق لأنه يسعى لدين الله عز وجل. وبعدين ده مش ملزمة بواحد، الأمة كلها كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب التكليف في الأمر والنهي، قال: بلغوا عني ولو آية. بلغوا وأيديت الجماعة، عني ولو آية. قال: بلغوا تكليف، عني تشريف. انت مندوب مين يا ولد؟ والمندوب الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة كنت على المقابر وعايز اشد نظرهم جامد، وعايز اشد اسمعهم، وعايزهم يعني مش بقى يحدفوا بطوبة، يعني لو ما عجبهمش الكلام يقلعوا الجزم ويحدفوا. انا والله مستعد،
والله مستعد أن أموت ضربا بالنعال إذا خالفت الشرع الشريف أو خنتك في البلاغ. قول لي ليه كده؟ تكذب ليه؟ على زي ما قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال لا أرى للجماعة الفلاسفة والكلام ده الذين يغيرون الدين إلا أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف بهم على البلاد في البلاد ويقال بهم، يعني أنا ما بتكلمش إلا بأثر. اضرب يا عم، اضرب بالبلغة إذا أنا غيرت الدين. قلت لهم مرة عشان أشد انتباههم، قلت لهم إيه؟ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم. طبعا اللي خد الكلام مع التطويش كده، ها تعرفين التطويش بتاع الضرب يجي قطع بتاع النبه اللي فوق دي، اللي خد لا لا لا، ده بيقول انا رسول الله. غلط، انا بقول انا رسول الرسول بعتني ليكم. دي معقوله دي؟ الرسول بعتك لينا، والرسول بعتك لينا، والرسول بعتك لينا، قال لك بلغ عني ولو آية. وبعدين قال لنا مرة تانية، قال لنا ايه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. رأى هنا رؤيا عين ولا علم بمنكر؟ رأى، زي ما قال له كده أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ممكن يشوفه. طيب ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ انت هو شاف اصحاب الفيل؟ لا، ولكن رؤيا علم. علمت بمنكر، اذهب بسرعه غيره، اذهب بسرعه غيره، اتق الله، غيره بيدك فان لم تستطع. لان ضابط ده مهم جدا، لان كتير من الشباب دربك الدنيا وقال غيره بيده. ليه ضوابط. وعايز يغير المنكر بايده ويطلع يخبط في الدنيا ويكسر في العربيات ويعمل مظاهرات وكلام فاضي من الكلام بتاع حتى الاوروبيين ما بيعملوش كده، يعمل مظاهره ما يكسرش حاجه. احنا لا، كأن بيوحى الينا دمروا بلادكم. والله ما عارف يغير حاجه في بيته بايده. يقول للوليه ما تحطيش ما تعمليش حواجبك، تقول له نعم، لا بس يعني ايه، اعمليها بس خف شويه. يا دوب تشخط فيه، وهو عايز يطلع البلد يغير بايده. يا عم انت مش عارف تغير عيالك، اصبر عليه وامر اهلك بالصلاه وايه، اصطبر. هو ده جهاد؟ ولا امرهم بره واسكت؟ ده جهاد. لذا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتل هنا بمعنى جاهد. لا يكون هذا بجهل أبدا، لابد أن تأخذ المراحل، تتعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين تعمل. أنت معايا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. كده تعمل، وبعدين إذا دعيت لجهاد يلا استعين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وإيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. أنت تربيت على الأول، كف يدك وأقم الصلاة. طب لما لا يكن صلاة ولا زكاة ولا علم ولا عبادة ولا توحيد ولا اتباع عيسى كده، أقسم بالله أكثر من 90% من الأمة، والله أعلم، من أمة محمد والله أعلم، يمكن تكون أكثر يمكن تكون أقل، مباراة كرة القدم عندهم أقدس من إجابة المنادي. أنا قلت لهم خلي حنقول لكم يلا وحنجيب لكم عربيات يا عم ووجبات 3 وجبات وروحوا جاهدوا. أنا ما قلت الكلام ده دلوقتي، بس بقول بس يوم ماتش الأهلي الزمالك ممكن، بدلالة أنهم أجلوا الصلوات إن كانوا يصلون ويستعذبون الوقوف في الطل وشدة البرد وواقفين الساعتين للمباراة ولو يا ويل الإمام لو طول. يقولوا له إنك ذو إملال يا ممل، يا دي صلاة دي. وعند الباطل أستاذ بلاش الكورة، خلي واقف يستقبل المعازيم، يستقبل المعزيين، يا معازيم يا معزيين، يقعد كم ساعة واقف ولا يمل ولا يكل، لأن ده واجب. أيهما أوجب، أن تقوموا لله قانتين أم تقوموا للناس مرائين ومكاثرين؟ يقول لك كانت حتة معزة
ولا العربيات. شفت معزته؟ كل رياء وكل مفاخرة بالباطل، واستراح منا العدو. والله العظيم استراح منا العدو. يسيبك منهم. عشان كده أنا أبلغكم، وده هيطلع إن شاء الله على الفيس، بقول لكم هو تحياتي لترامب. أنا بقول له رجل صريح، عرف آخر الأمة دي إيه. قال بصوا فلوسكم هاخدها. والراجل قال كده فين؟ في لقاءاته، في لقاءات الانتخابية. قال هي قاعدة كده عامة، الغالب ليه كل حاجة. هو بيغش. مش الغالب اللي معاه ولد بيعمل ايه في الجماعة بتوع الكوتشينة؟ بيغش كله. هو غلب. عايز تبقى راجل، عايز تستنقذ ولاياك المهانة في كل البلاد، خد السكة من أولها. هتقفز دماغك هينكسر. خد السكة من أولها، هتستبعد الطريق والله لن تمضي. فاكر لما كنا بنجمعه قط، ما واحد كده يبقى غيتت كده جنبك يقول يا هتحط ايديك على اللوز دي كلها، يعمل ايه الولد؟ ياخد الشكارة ويروح. في حين ان التاني خلص ورجع واخذ الاجر وافيا. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. من استطال الطريق ما مشى اصلا. الطريق لابد ان يبدا من اوله، لابد من علم بالله ورسوله. اجاهد نفسي عليه، الزم نفسي به، اطوف حول من يعلمني. هو فين النهارده؟ هو فين النهارده؟ والتاني فين النهارده؟ والتالت فين النهارده؟ ولا ويجب ان اكون جريئا. انا قلت لكم مره هنا كان في زواج اخ من اخواننا لا ادري من هو، اتكلمت عن صلاه الفجر والناس كده قعدت، قلت لهم ايه ما بيصلوش الفجر ولا ايه؟ في عرس هنا. فكل واحد طلع له بكلمه، قلت لهم ما ينفعش تعدوا عليه تحدفوا شباكه بالطوب وخليه ينزل يصلي. مش بمزاجنا، غصب عننا. إذا كنا في يوم من الأيام عايزين نشم رائحة الكرامة، وإلا والله ليذلن الله عز وجل ذلا لا ينزعه عنا حتى نراجع ديننا. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تركتم الجهاد، لو أصل الدرس، إذا تركتم الجهاد ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة أو بالعينة، ضرب الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. يبقى لازم من مراجعة الدين. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حتى لو أخطأت ارجع تاني، كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا اللي هو إيه؟ الإسلام. كافة، تاخدوا خطوة خطوة، تتعلموا واحدة واحدة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، اخطات مش عيب، فاعلموا ان الله عزيز حكيم يقبلكم ويرجعكم ويتوب عليكم. ناس مش راجعه، عزيز حكيم لا يضره ذهاب من ذهب ولا عصيان من عصى. الاعمى الثاني، حاضر بس اجيب الاعمى الثاني وبعدين نتكلم. انا بجيب لك ليه ده؟ لان زي ما قلت لك هناك في المسجد، أعطانا الله كل شيء، والله ما بقي علينا إلا أن نكون مسلمين مؤمنين قانتين خاشعين متصدقين صابرين صائمين خاشعين حافظين فروجنا ذاكرين الله كثيرا، رجال ونساء. أبو معاوية الضرير، يا سيدي يا سيدي، الرجل ده أنا بحب حب سلام لما تقرأ ترجمته. بس أنا هديك حتة واحدة بس، يعني خلينا في حتة واحدة. مش عارف أقول لك إيه، مش عارف أقول لك إيه، بس دي جميلة مع الوالد. هيبقوا اتنين، أنا آسف. الأولى، مرة هارون الرشيد كان عامل عزومة هو طعام. هارون الرشيد عامل عزومة، يبقى ذهنك يروح فين؟ أحسن طعام. كان جاب بقى مين عنده؟ أبو معاوية الضرير، لأنه كان محدثه، كان يحدثه أبو معاوية، يقول له حدثنا مرة، بيقول له حدثنا مرة، بيقول له حدثنا. فذكر حديث وحاج آدم موسى.
التقي آدم وموسى كما في الصحيحين. فسيدنا آدم بيقول سيدنا موسى بيقول لسيدنا آدم: أنت اللي ربنا خلقك بإيده ونفخ فيك روحه وأسكنك بجواره وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، مش أنت اللي أشقيت ذريتك وأكلت من الشجرة؟ فقال آدم لموسى: ألست بكليم الله موسى الذي أتاك الله التوراة وكلمك الله عز وجل وقربك نجيا؟ ألا تجد أن هذا مكتوب عندك في التوراة، إن هذا كتب علي قبل أن أخلق ب50 سنة، أو كما قال، أو ب40 سنة؟ قال: بلى أجد. قال: فحاج آدم موسى، غلبه في المحاجة، فعم هارون الرشيد قاعد. عمه ده زي مين؟ لا بس مش زيه، استغفر الله، لا، بس في نفس المنهج كده. كل المعترضين على الشريعة وقاعدين يطعنوا فيها، والتلفزيون فاتح لهم قد كده، والإعلام بيقول لهم قولوا براحتكم، بيطعنوا في الشريعة. فبيقول له: يا أبا معاوية، متى التقي؟ تضحك علي؟ ده بين آدم وموسى عشرات الآلاف من السنين، متى التقي؟ الرجل يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف دور ولي الأمر هارون الرشيد قال له إيه؟ قال له: متى التقي أتكذب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السياف والنطع، بس كلمة واحدة. النطع اللي هو إيه؟ جلد الناقة اللي بيتقتل عليه الراجل، لفوه، مفيش مية مفيش دم بقى يطرطش ولا بتاع، يلا بره، لازم تنقطع رقبتك. رقبة مين؟ عمه. وده يتحايل وده يتدايل ويقول ابدا، يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اخبرني بالله عليك، ده لما يجي له الجهاد، لما يجي له الجهاد وملك الروم يبعت له نقفور كده، يقول له رساله كده، يقول له: اللي كانت جاب لي كانت امراه سفيهه، رجع لي كل قرش خدته منه، والا ها، من ملك الروم الى ملك المسلمين امير المؤمنين ملك العرب. تاني يقول له ايه في الرساله؟ ما انت عارف الرد، احنا بنقوله بس كده على سبيل يعني ايه، خد السهادي في حنكك. مص الحبه دول من هارون الرشيد، لا بينزلوا لبن ولا بحاله ولا هيعملوا فينا حاجه. عارف ليه؟ ها؟ لو قال بخ مش هتلاقي ولا واحد، كله هيطير. لا يا جماعه، قال له: من امير المؤمنين هارون الرشيد الى كلب الروم نقفور، اياي تهدد يا ابن الكافره، او اياي تعني يا ابن الكافره. انت بتقول الكلام ده؟ الرد: ما ترى لا ما تسمع. انا مش هكلمك بقى واقعد احكي لك واكتب لك في البتاع، لا لا، لا سلام ولا كلام، انت لازم تشوف بعينك. كلب. اوه رجاله. طب جاي لهم منين العز ده؟ هيقتل عمه. عارفين مين هيقتل عمه؟ يعني قام بدوره، ولكل واحد دور. الدليل: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. انت تكذب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فين؟ قال: طب اسجنوه لما اشوف حد. قالوا: طب هتطلعه؟ قال: لا، لازم يقول لي مين اللي قال له الكلام ده عشان اذبحه. اصل البذره دي جايه منين؟ الاعتراض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عارف بعد هارون الرشيد على طول وجه المأمون، لقى مطعم المعتزله وقاعد يقول دي بالعقل ما تنفعش ودي بالعقل ما تنفعش. زي مين؟ زي عم هارون الرشيد اللي ما خدش باله وقالها كده، قال: والله ابدا دي كلمه كانت غلطه، والله ما عدت قلت كده تاني، والله يا سيدنا ما هندبح. اه تندبح، لأنك لما أكذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، لو كنت في زمنه كنت أكذبته، وكنت في سبيل عبد الله بن أبي بن سلول وغيره. والله عز وجل قال: لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. دول مالكش دخل بيهم، إنما هم النهاردة سدنة البلاد من شرقها وغربها. ما بقولش مصر، أنا بقول من شرقها لغربها. هم الأساتذة وهم الأكابر، وكل طاعن في دين الله يعظم. هننفع إمتى؟ طب انا دوري ايه؟ اقول دول باطل؟ لا، باطل. هو ده بقى باطل بدون اخوان، باطل بدون سلفيه. ليه؟ لو دخلت السياسه في التوجه هتجيب من اخرك الارض. ايه؟ الوقت مش مناسب، ما تقولش كده. ليه؟ محكوم انت بمنهج
انما المحكوم بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم ولاة رجب. المهم بقى هذا الجميل ابو معاويه الضرير في عزومه هارون الرشيد. فهارون من عزه للعلماء، من عزه، يعز العلماء جدا، جايين يغسلوا ايديهم. نادى على الولد اللي بيغسل ده، لا ما تصبش عليه. قاعد هو يصب على ايد ابي معاويه الضرير، قاعد هو يصب على ايده. فبعد ما التاني بيغسل بقى وهو مبسوط كده، اديله الصابونه، هات يا غلام، هات المنديل يا غلام الفوق. مين الغلام؟ امير المؤمنين. دي كلمه كبيره جدا. شو بقى لما الرئيس يقول والله ما صبب عليه غير، يا طب ايه رايك لو العمده بلاش الرئيس؟ ها، امال لو رئيس مجلس المدينه ولا مامور المركز يقول والله ما يبقى انت منزلتك ايه عنده؟ حاجه كبيره جدا. هكذا كان منزله راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العالم عند سلام يا ولدي. بعد ما خلص كده قال له هل تعلم من صب عليك يا ابا معاويه؟ قال لا. قال انا امير المؤمنين. ما قالوش بقى يا دي الاحراج وبتاع لا والله، ده قال له كلمه مؤدبه مربيه. قال له هذا ينفعك، هذا شرف لك. يا سلام. امال لو انت لو ما صبتليش هتصب لمين يعني؟ هذا ينفعك جدع الله اكبر. وفقت في هذا. مش قال له يا دي الاحراج، طب ليه كده؟ ده انت سيدنا ومولانا. لا، لانه ليس فوق العالم احد الا الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص، اخر لقطه معاه بقى عشان تعرف تشوف التدرج ده يوديه هناك في الجهاد. وكان ابو معاويه مستجاب الدعوه، وله صحابي ولا تابعي ولا بتاع، الله يحفظكم كده خليكم هاديين، ده من تابعي التابعين، وكان مستجاب الدعوه. وهم وهم في الحرب، في سور طبعا وتحصينات، وفي ولد رومي على النشاب فوق لا تخيب له نشابه. عايزك نشابه دي زي السهم اللي ما بيرميش بقى بكده، لا كده باليد كده زي الحرب بس صغيره، وتدخل تمزع تقتل على طول، او تخزق عين او تفتح راس تشل يعني. فيمسك النشابه، عايز ده مهما تعمل جايه لك جايه لك، تجي لك زي الصاروخ، لا تخيب له نشابه. قالوا يا ابا معاويه ادعي عليه، احرقنا. قال هاتوا لي نشاب الله اكبر. ادوا له نشاب، قال وجهوني اليه. قالوا له، قال اين تريدون من مقاتله؟ عندك وسط دماغه، عندك قلبه، عندك زوره، عايزين ايه من مقاتله؟ قالوا مذاكيره. يا ده انتم منورين على حته خطيره جدا، ولا يهمكم زي ما انتم عايزين. قال اللهم انك تسمع، اللهم انك تسمع، اللهم اصب مذاكيره بسم الله. وهو ها، ما هو هو ده الاتجاه، بس هو فين ما اعرفش. بسم الله. فاصابت مذاكيره فقتلته، فكبر الناس الله اكبر. طلع من بيت امه كده راح جاهد، ولا ليه ترتيب؟ هو ده، هي دي القضيه التي يجب ان احنا نتربى عليها، نتعلم ديننا، نقوم عليه حق القيام، نكون دعاة. اجاهد امي، عارف يعني ايه ام النهارده كانت عندي ربنا يحفظها ويبارك في عمرها، ولقيتها بتصلي، قلت لها صلي حلو يا ام. امال ايه؟ قلت لها يا حاجه ام عبد الرحمن علم ام الصلاه، خدي بالك من صلاتها. وانا نازل بسرعه عشان الحق جماعه العصر، خدي بالك من صلاتها. ما هو الجماعه الكبار دول ممكن يصلوا لازم تجاهدها، مراتك، بنتك، انت بتجاهدها في الطعام وبتجاهدها في المنام وبتجاهدها في النظافه وبتجاهدها في العيال وبتجاهدها. لماذا لا تجاهدها في الله؟ والله عز وجل قال وجاهدوا في الله، في الله حق جهاده. حق جهاده جاهد نفسك، أدب نفسك، كان أبوك ما ربكش،
طلعت يتيم، طلعت أسرة لاقية فلوس عمالة تبحثر فلوس محدش خد باله. إن كنت في يوم من الأيام حزين على مصير أهل الإسلام، فعليك والله ببلوغ المرام في كتب الفقه مثلا، أو بتفاسير القرآن من الأئمة الأعلام رحمة الله عليهم أجمعين. وعليك والله بالصحيحين، فلا يستقيم الجسد إلا بالطعام الجيد، لقول الله تبارك وتعالى: فليأتكم برزق منه، آني بقى فلينظر أيها أزكى طعاما. اوعى تاكل مريض، اوعى تاكل يعني حمضان، كل لسلامة جسدك وسلامة روحك. لا تتعلم إلا من كتاب الله تعالى ومن أصح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده أنت جاهدت نفسك، هتلاقي نفسك تلقائي عمال تدعو لذلك بإذن الله. لأن في ناس كتيرة جدا هو في حال مؤدب جو، هو نفسه سيدنا سفيان قال كده، قال: لا أحب أن يكون الرجل راضيا عنه جيران. هم رضوا عنك ليه؟ ما عمل لهمش إزعاج أنت؟ مش كل شويه تقول لهم انت فين يا عم، يقول لك يا اخي انت طهقتني، اطفش واسيب لك الحته عشان خاطرك، يا عم عايزينك في الصلاه معانا. انت ما بتقولش كده عمرك ليه؟ ازيك يا عم الحاج، ده انت ساعات بتسيب الصلاه عشان عمك الحاج. اه والله. شبكه بنته يا اخي، هتسيب شبكه بنته؟ ده راجل ما بيسيبكش في مناسبه. بظنا وفسدنا. دع عنك هذا. الصحابه والتابعون والمجاهدون الاولون تربوا تربيه قيمه، كان من خبرهم ما قد علمت. فلما تنزلت هذه التربية وجهاد الأولاد وجهاد الأهل في سبيل الله، حدث لنا ما ترى: غاية الذل ولا استقامة لأمر إلا بالجهاد، جهاد النفس، جهاد العين، جهاد الأذن. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما دمت أنا هنسأل عنهم يبقى لازم إيه؟ أجاهدهم في الله رب العالمين قدر الاستطاعة. اتغلبت مرة، قال لنا شيخنا: مش كل مرة تتغلب، مرة تتغلب ومرة تغلب، مرة كمان تتغلب ومرة تغلب، يعني تتذوق طعم، رحمة الله عليه يقول لك تتذوق طعم انك غلبت كده مرة، غلبت نفسك مرة، يا سلام، يورثك الله حلاوة إيمان تجدها في قلبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أنفسنا. اللهم انصرنا على أنفسنا وأهوائنا، واجعلنا نجاهد في سبيلك أنفسنا وأبناءنا وأزواجنا يا رب العالمين. واجعلنا ممن يحبك ويحب من يحبك ويحب كل عمل يقرب إلى حبك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. رحم الله آباءنا وأمهاتنا وأحسن إلينا وألحقنا بهم صالحين، وجزاكم الله خير. أيوة حبيبي اتفضل معاك.